واليوم راح نسحركم. باقله بالدهن الحر. طبعا الصدريه من اكثر الشوارع ببغداد اللي تحسسك باجواء رمضان. وهسه خلينا نجرب اليوم سحور الصدريه. السلام عليكم. شلونكم يابا؟ بالبدايه تحدانا مجيد، قال هذا اطيب سحور ممكن تاكلوه بالصدريه. السلام عليكم. عليكم السلام. مجيد شلونك؟ شلونك حبيبي؟ شنو هذا البركان هذا الاحمر؟ سوب ماي لحم براسه. هنا اجينا انتم تشتهرون بالكبه؟ اي اختصاصنا كبه. احكي لي شنو الكبه هاي؟ كبه جريش؟ جريش لحم عجل عراقي ابن عراقي براسه. تسمعون؟ اي انا سرده شيء. الكبه والله. هاي لازم تخليها هنا بعدين؟ طبعا اي. يعني تطلع منها وارجعها بالجدر مال السوق. اغلى بهارات بالسوق انا اجيبه. وهاي شنو هذا الجدر؟ هاي ثواني. اللي والتحتاني. لا هسه احنا راح نتخارب. ليه وتحتاني، يعني نقطة الضعف هاي، وين تستخدمها؟ استخدمها اخبطها ويا اللحم. شوي؟ من ضمن الحشو مال اللحم. يعني هذا دايت. طبعا. هسه تحولنا منها اجينا. شلونك حبيبي؟ الف الف. احكي لي الباقله شنو؟ سوريا العفو. الباقله سورية. باقي سوريا درجه اولى. ليش مو العراقية؟ العراقيه ما تشتغل عندنا. اها. تشتغل بس احسن شيء هسه بالعراق السوريه. اريدك تسوي لي ماعون باقله بالدهن. بالدهن شنو الحر لو عادي؟ دين حر عادي الا طلب. هاي سوي لنا باقله بالدهن الحر. شنو عادي. اول خطوة؟ اول خطوه نشيل الحافه مال الخبز. اغلب المشتريه ما يردون حافه. يلا. نجي ننقع الخبزايه، لازم ما تعجن وما تطلع قويه. هاي شنو؟ هاي مهمة صعبة اي هاي. اي لازم ما تعجن، تطلعها ما معجنه مو قويه. نجي نقطعها بالسكينه ناعمه كلش ما تصير وخشنه كلش ما ترهم. نجي النوب نحولها بالماعون. هاي المهمه الاولى. نجي نطلع الباقله، نجي نحمي لها الباقله. اكثر المطاعم تتك ما مفلسه. احنا نفلسها بايدينا واحده واحده. هذا الدهن الحار. ويلي. يجيك البيضايه الحلوه لازم تدفى. يلا. دفى بيها. دفى بيها هاي لك. دفى بيها يلا عيني ثمار. هنا عندهم اللحم اللي يشتغلوه بالكبه، انا بعدين اضيف له الليه والتحتاني. هسه المنافسه اشتدت بين الباسطرمه والمخلمه. المخلمه. شنو سووا هم بالدهن الحر؟ ماخله دهن حار واللي يريدها هم يسوي لها بالزيت. خلي بيضاتين. هذا بهاراته تختلف. لحم عراقي مجيد. عجل عراقي ابن عراقي مذبوح هنا. هذا كله همينه تحتاني وليه. يلا هسه كملت عندنا المخلمه. تفضل اخوي طلعت عينك. هسه راح نسوي الباسطرمه مالتنا. اريد نفس اللي تخلي للزبون تخلي لي اياه الباسطرمه. صعب. هاي الباسطرمه كلها شغلنا ما نشتري من السوق. يعني انتم تشتغلوا هالباسطرمه. بهارات حشوته من حشوب مصارين حشوب. صراحه منها ريحتها مبينه، ريحه الباسطرمه يعني. اطرقها زين بالدهن الحر اريدها. عوفنا الكواليس اريد على الميز. انت مال لا. هسه خلينا نتوجه للحلبة للتقييم. هذا يقولون احنا نسوي بيدينا مال بيت. هذا شنو؟ لهانة هذا. تدرون بخطواتي مال الكبة. اول شيء تفشقها. بس شوف اللي والتحتاني. ورا شو تسويها؟ نمطرها بالسوق. وصلنا للباقله. هسه تعال اعلمكم الدرس مال باقله شلون 4 دقيقة. يلا. هاي مو تمطير، هاي زخة. هاي الزخه التوبره هي جصير قلب البصلاية. هاي الخاشوقه تدري شو يسوون بيها؟ خلوها هنا على صح. شو الجماعة كلهم قاموا يمطرون. اغلب الباسطرمة اللي نجربها تصير ريحة الثوم كلش قوية وطاغية على الطعم، يعني بصدق الباسطرمة اللي يسووها بالبهارات مالتهم الخاصة طعم كلش مميز. وعمار الدهن الحر ويا الاكل خرافي. مارك اللي صور هاي اللفه يعرف شو السر. فلفلايه النوب بعدين نحط شويه طرشي ماشي. النوب ناخذ هاي البيضه والباسطرمه مال احمد. احمد صار وجه اصفر. لا هو مصادرة شوف بالعافيه هسه ارجع لك. هسه وصلنا لاهم شيء اللي انتم تنتظروه، الطعم. المواعين تتكلم. صراحة أول مرة أجربه بس يفوز وبجدارة. عاشت ايدهم والله. يا فازت المخلمه لو الباسطرمه؟ 9 المخلمة، 10 الباسطرمة. وشي أكيد لازم نختمها بشاي قرجية. اليوم كنا بشارع الصدرية يم كبة الأكابر.